واخدة بريك وقاعدة على النت، حيلك مهدود طول اليوم من التنظيف وشغل البيت، ونفسك تلاقي حل يسهل التنظيف عليكي. احنا جينالك ومعانا الحل السحري، هتعرفي معانا كل اسرار التنظيف باقل مجهود واسرع وقت. وجه ميعادنا دلوقتي في برنامج بنت لاستر مع دعاء رمضان. عروسة جديدة وجالك ضيوف ودلقوا العصير. طيب انتي ماشية عاملة لنفسك كوباية شاي فاتكعبلتي فيها دلقتيها على السجادة ولا يهمك. طيب ابنك الصغير الشقي دلق الشاي او دلق حاجة او عمل بيبي على المرتبة. حاجات كتير بتفكري فيها وبقع كتير ومش عارفة تحليها ازاي. تعالى اقولك الحل ازاي. يا مساء الفل على عيونكم احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. معاكم دعاء رمضان بنت لاستر وجايه لكم بالحل السحري. تعالى اقول لك هو ايه. هما الاتنين دول الحل فيهم. هقول لك تستخدميهم ازاي. ده اللتر هناخد منه كوبايه، سواء ده او ده. هتاخدي كوبايه من شامبو المفروشات عليها نص كوبايه من الميه، هتحطيها في علبة بلاستيك وهترغي وتاخدي الرغوة فقط. لو البقعة مش قوية، بقعة بيبي مية، بقعة مثلا العيال يعني بهدلوا الركنة، السجادة اتوسخت، دي البقع العادية. لكن البقع القوية يبقى لازم نستعين بالصديق ده. هنحط منه غطا مع المعيار اللي انا قلتلك عليه، كوباية على نص كوباية مية، وهناخد الرغوة فقط وهندعك بيها. الرغوة من على الوش بسبونشة او فرشة انت مخصصاها للمفروشات، وهتدعكي بيه وتنشفي بحتة مبلولة وتجيبي حتة ناشفة وتروحي مسحة بيه. اسيبه يتهوى 10 دقايق تحت المروحة او من غير مروحة. هو امن جدا 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 على المنسوجات وعلى الاقمشة. تمام. يبقى تستنونا في حلقات جاية كتير اكتر واكتر. هنعرفكم عن منتجات لاستر مع دعاء رمضان بنت لاستر.